ده طبعا ان بدات تظهر الحقيقه، والكابتن احمد شوبير طبعا كان من اول الناس اللي بدات يعني في اظهار حقيقه هذه المشكله وهذه الازمه، وانا بحييه على هذا المعلومات اللي موجوده عنده، معلومات قيمه جدا. بس هو يعني احنا كنا عايزين نقول ونفتح برضو يعني مع الكابتن احمد، فين ضبط واحضار قاده التراس الاهلي؟ قاده التراس الاهلي طلع لهم ضبط واحضار، عبدني وكريم عادل، الناس دي طلع لها ضبط واحضار فعلا النهارده من نيابه بورسعيد ولا منين؟ لا، اللي طلع لهم ضبط واحضار من النائب العام السابق اللي كان المستشار عبد المجيد محمود. لما هو نزل بنفسه صحيح. طلع لهم ضبط واحضار يا استاذ محمد يا كابتن احمد. النهارده الضبط والاحضار بعد 60 يوم او 90 يوم بيخلص صح. احنا النهارده بقى الانفراد ليكم انتوا ان احنا عملنا محضر تاني واثبتنا هذا الكلام. الاستاذ اشرف العزبي المحامي قدمنا محضر للنائب العام امتى الحالي. امتى يا طارق؟ لسه مقدمينه من حوالي اسبوع بالظبط، بعد ما بدات الامور تظهر، لان في سيديهات موجوده في القضيه، في سيديهات يا استاذ محمد موجوده في القضيه دي اللي هتبقى مفاجاه. السيديهات ديت احنا طلبنا من المستشار صبحي عبد المجيد اللي هيكون موجود يوم 5/12 عرضها مره اخرى، لان ده هيبقى في النقد موجود. هيتم ان شاء الله يوم 7/9 في الناس اللي عملت اعاده اجراءات، يوم 5/12 اللي هي القضيه في النقد في دار القضاء العالي. واحنا طلبنا في المحاضر اللي احنا عملناها ووثقناها وقدمناها للنائب العام فتح ملف القضيه من اول وجديد وضبط واحضار قاده التراس الاهلي، لان في حاجات ظاهره في الشرايط اللي موجوده ومتحفظ عليها من قبل النيابه حتى الان لم تتناقش في القضيه. الاتجاهات ديت اللي موجوده فيها ناس مربيه دقونها كانت بتغير. لما اتعرض في المحكمه والقاضي المستشار صبحي عبد المجيد عد هذا المشهد تماما، وده بشهاده الناس المحبوسين دلوقتي في سجن المستقبل في الاسماعيليه، اكثر من 38 واحد مظلومين موجودين في سجن المستقبل. كل ده ظهر، وفعلا زي ما الكابتن احمد شوبير قال ان اكرم الشاعر لما طلع قال 1 و2 و3 وكانت بورسعيد كلها متعاطفه معاه، بدات تظهر الامور النهارده ان هم اللي كانوا مدبرينها. وعملنا محضر ثاني برضه في النيابه العامه ضد خيرت الشاطر وضد اكرم الشاعر وضد محمد البلتاجي وضد محمد بديع، لانهم هم من قبل اللي كانوا هم مخططين لهذا اللي حصل في مدينه بورسعيد اللي توفى فيه 72 منهم 5 من بورسعيد. ما ننساش الناس اللي توفت من بورسعيد يا استاذ محمد. يعني انتوا يا طارق كبورسعيديه بتتهموا بشكل واضح النهارده الاخوان في مقدمتهم اكرم الشاعر العضو البرلماني عن الاخوان بان هم سبب مجزره بورسعيد وراء هذا المخطط. يا استاذ محمد ده اساسي يا استاذ محمد، لان في حاجه كمان برضه وضحها لي دلوقتي الكابتن احمد شوبير، وهو اتهام الحسين ابو قمر. الحسين ابو قمر كان دائما وابدا هو المنافس الوحيد لاكرم الشاعر في دائره العرب، فكان عايز يتخلص منه. الاخوان كانوا عايزين يتخلصوا منه. يعني احمد شوبير لازم برضه يحط عليها تحتها كده 100 خط، كان هو نفسه يتخلص من الحسين ابو قمر. الحسين ابو قمر كان في دايره العرب وكان اكرم الشاعر بينزل على يعني كانوا عايزين كذا عصفور بحجر واحد. الله ينور عليك يا استاذ محمد. الحاجه الثانيه برضه يا استاذ محمد اللي انا استغربت لها النهارده، وهو اللواء حمدي الجزار مدير امن البحر الاحمر. لماذا لم يتم القبض النهارده على البعض من الناس اللي هم خربوا وضربوا وعملوا الكلام ده؟ برافو عليك، برافو عليك. على الرغم اللي هو قبض على بعض الشماريخ اللي موجوده معاهم. طب انت تاخد الشماريخ وتسيب بياخد جسم الجريمه وبيسيب الجاني. ازاي انت كمدير امن في محافظه زي ديت ما تقبضش على بعض الناس اللي عملت كده؟ يا جماعه ما تجيبوا لنا مدير امن البحر الاحمر على التليفون. انا عايز اعرف، ده سؤال مهم جدا يا كابتن احمد. انا بحييك يا طارق على هذا السؤال وهخلي الكابتن يجاوب عليه، معاه مداخلات كتير قوي، بس خد الكابتن احمد شوبير شاهد في القضيه. لا انا مش شاهد. طيب. انا بحلل الموقف. شكرا يا طارق. مين معايا تاني يا حبيب؟ مين معايا؟ ايمن جهاد من الجيزه.